في زمن تكثر فيه الأهواء ويرفع فيه الصوت على الحق، كان هناك رجل لا يفرق بين قريب وبعيد ولا بين غني وفقير. كان العدل عنده عبادة لا مجاملة فيها ولا ضعف. ذاك هو محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل معي يوم جاءت امرأة من قريش سرقت، فأراد أهلها أن يشفع لها رجل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: من يكلم رسول الله فيها؟ فقالوا: من أحب الناس إليه؟ أسامة بن زيد. فذهب أسامة يشفع، لكن وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير. قال صلى الله عليه وسلم بصوت حازم يقطع الصمت: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب في الناس فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لم يكن عدل النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود فقط، بل في الكلمة والنظرة والحكم. كان إذا جلس بين اثنين نظر إلى كليهما بالسوية، لا يرفع أحدا فوق أحد ولا يشعر أحدا أنه أقل. وإذا جاءه الخصمان لم يسمع أحدهما حتى يسمع الآخر، وكان يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. عدل يعلم الناس إن الحكم لله لا للهوى. وكان عدله لا يعرف حدودا في الدين ولا في اللون. عاش اليهود والمشركون في المدينة آمنين بعدله، وكان إذا خاصم أحدهما مسلما حكم له بالحق إن كان مظلوما. كان العدل عنده رحمة لا قسوة. حتى في بيته كان العدل رفيقه، بين زوجاته، بين أولاده، بين أصحابه. لم يكن يرضى أن يظلم أحدا ولو بحب في القلب، وكان يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن ملكا ولا حاكما بالوراثة، لكنه كان ميزانا يمشي على الأرض. عدله كان نورا يرفع المظلوم ويهدي الحاكم والمحكوم. اليوم ونحن نعيش زمنا اختلطت فيه الموازين، لعلنا نحتاج أن نقف أمام مرآة سيرته ونسأل أنفسنا: هل نحن عادلون في بيوتنا، في أحكامنا، في كلامنا؟ اكتب في التعليقات متى آخر مرة شعرت إنك ظلمت أحدا دون قصد، وابدأ من اليوم صفحة جديدة بالعدل، لأن العدل طريقك إلى رضا الله.